السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة صفارة البداية. والنهاردة معانا مباراة قوية من تصفيات كأس آسيا. بس قبل ما نبدأ تعالى كده وقول لنا في الكومنتات من تتوقع يكسب النهاردة، اليمن ولا لبنان؟ واوعى تنسى تدينا اللايك والسبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد أول بأول. معاك خالد البحيري، ويلا بينا على التفاصيل. النهاردة عندنا مواجهة مهمة جدا بين منتخب اليمن ومنتخب لبنان في الجولة الثانية من تصفيات كأس آسيا. الجولة اللي فاتت المباراة اتلعبت بين اليمن وضد بوتان، والمباراة انتهت بالتعادل السلبي 0-0. أما لبنان فكان قوي جدا وكسب برونواي بخماسية نظيفة. تعالوا نبص بصة كده على المجموعة الثانية. في المركز الأول في صدارة المجموعة لبنان ب3 نقاط، وفي المركز الثاني اليمن برصيد نقطة واحدة، والمركز الثالث بوتان برصيد نقطة واحدة، وفي الآخر بروناي بنقطة بدون أي نقاط. المباراة هتكون على استاد جابر الأحمد الدولي، والقنوات الناقلة هتكون قناة MTV اللبنانية. المباراة هتكون يوم الخميس 10/6 الساعة 8:30 مساء بتوقيت اليمن ولبنان، و8:30 مساء بتوقيت مصر والسودان. المنتخب اليمني بصراحة يستاهل الدعم، الفريق كان عنده لعيبة وعنده طموح كويس، وكلنا عارفين ان الجمهور اليمني دايما ورا منتخب بلاده في كل الظروف. فيا رب تكون دي بداية الانطلاقة ونشوف اليمن بيكسر التوقعات. قول لنا رأيك في الكومنتات، تتوقع النتيجة كام ومين هيكون نجم المباراة، وهل اليمن يقدر يفاجئ لبنان ويخطف ال3 نقاط؟ وطبعا ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل التغطيات أول بأول. وتكون دي خلصنا تغطياتنا النهاردة المباراة، واستنونا في حلقة جديدة من صفارة البداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.